هو ليه دايما عاملين ألف اعتبار واعتبار للبني آدم الزفر، قليل الأدب، اللي بيرد، اللي بياخد حقه بالكلام، اللي انت لو جيت عليه شوية بياخد حقه، فانت عشان كده بتبعد وتتلاشاه وتقول يعني ايه خليه في حاله ولا في حالي. انما دايما المؤدب المحترم اللي هو بيتقبل، اللي بيعدي، اللي مش بيرد، ليه دايما جايين عليه؟ مع ان المفروض المؤدب المحترم اللي بيضحي اللي بيقدم الحلو المفروض ان انا اعوضه، ده المفروض ان انا اكافئه. المفروض يا جماعه يبقى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يبقى انا عمر ما كافئ ولا احط في مركبه واحده ولا مرتبه واحده الوحش والحلو. الوحش لابد يتقابل بالمعامله مني، يا معامله تليق بيه يا معامله فيها تجاهل، عشان على الاقل ياخد باله ان افعالك دي مش محبوبه، انت طريقتك مش محبوبه. بتقول الكلام ده ليه؟ بقوله عشان ده واقع بنعيشوه. المحترم حقه مهضوم عندنا، قليل الادب بيلاقي مننا معامله محترمه قوي، بيلاقي اللي يقول له يا كابتن ويا باشا اتفضل يا كينج اتفضل، والدنيا مش تمام، والدنيا مش تمام مع الحلو. يا جماعه الموازين لابد تتحط في مكانها، الحلو حلو والوحش وحش. البني ادم اللي بيعمل لابد يكافئ بعمله الحلو، لابد يلاقي مننا تقدير عشان هو يعتاد على العطاء. ما هو لما يلاقيش مني تقدير ولا يلاقي من غير تقدير، ويلاقي اللي منفض او اللي بيبلطج او اللي بيتقدر، طب ما هو كمان هيروح يبلطج ومش هيقدر. لا، المفروض ان انا اقدر اللي بيقدر عشان يفضل يقدر. انما البني ادم المهمل يلاقي مني اهمال، وده اقل تقدير واقل مقابل لافعاله الوحشه. لما يلاقي مني كده هيبطل ان هو يعمل الافعال البايخه دي، لا معايا ولا مع غيري. يبقى احنا لابد نحط كل حاجه بموازينها، لابد كل حاجه تبقى في معيارها، المعيار الحق والعدل. معيار الحق والعدل ان اللي بيعمل حلو يلاقي الحلو واكتر، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، واللي بيعمل وحش يقابل الوحش. لو اقل القليل الوحش ده، لو مجرد اهماله، لو مجرد انت بتنفض له، لو مجرد ان انت مش حاطه في عينك ولا في قلبك، بيلاقيش منك، يقوم هو لو عنده عقل لو عنده دم هيراجع روحه، يعرف ان هو فعلا ملوش اعتبار لا في مجتمع ولا مع اصحاب ولا مع قرايب. يبدا يراجع نفسه، يبدا يرجع. ويهمنا ان كل البشر يبقوا حلوين، يهمنا كل البشر يبقوا تمام، يهمنا يبقى كل البشر محترمين. يعني ما يلزمناش يبقى في حد غير محترم، ما يلزمناش ان نلاقي حد تاني من نوعيه البلطجه والكلام اللي بيتكلم من بقه لحد ودنه والدنيا دي. والله ما يبقى لزمنا النوع ده في المجتمع. احنا عاوزين كل البشر يبقوا محترمين، فاحنا بنوجه العالم ان كافئ وقدر المحترم عشان يفضل هو، واللي يشوفك وانت بتعامله كده يفضل على النوعيه دي. واهمل ونفض وارمي للبني ادم المتعب، عشان لما حتى غيرك يشوفه يعرف ان المتعب مش بيتقدر، فما يسوقش فيها ويعمل زي حالاته. طولت عليكم، السلام عليكم.